عايز اقول لكم اخر تشكيل لريال مدريد وهو المتوقع غدا، عشان برضو نبقى عارفين التشكيل ايه. ومعظم حضراتكم بيتابعوا طبعا الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، ويعني في معرفة كبيرة باللاعبين. زي ما انا قلت طبعا حارس المرمى هيبقى نونين لانه كورتوا مصاب مش هيلعب. خط الظهر مؤكد كارفخال في اليمين وكامافينجا في الشمال، والاثنين اللي في القلب ناتشو ورودريجر. ده فيما يتعلق بخط الظهر. وسط الملعب هيبقى فيه سيبايوس وتشاميني وفالفيردي. قدام هيبقى ماركو اسينسيو ورودريجو وفينيسيوس. ده التشكيل اللي قدام حضراتكم، ده المتوقع بنسبة كبيرة جدا لريال مدريد غدا. طبعا هناك غيابات زي ما قلنا، على رأسها طبعا كورتوا وبنزيما. طيب الفرقة دي اللي قدامكم مصادر خطورتها ايه؟ انا في رأيي التحول السريع جدا من الدفاع الى الهجوم هو اخطر ما في ريال مدريد، مع طبعا الجودة العالية للعيبة. فاكيد كولر اكيد اتفرج على مباريات كتيرة لريال مدريد وبدأ يفكر كويس قوي في مواطن القوة في هذا الفريق وما اكثرها. على سبيل المثال فينيسيوس هيلعب ناحية الشمال وينج ليفت، وكلنا بنتفرج على ريال مدريد وعارفين هذا اللاعب الأسمر القوي ومدى سرعاته العالية جدا وقدرته على المراوغة. أنا بقول ده ليه؟ عشان نتخيل تيم النادي الأهلي قصاده وإيه المطلوب. طبعا فينيسيوس ناحية شمال هيكون بيقابله محمد هاني ناحية اليمين. محمد هاني هل بكرة هياخد واجبات هجومية كما عودنا في المباراتين السابقتين، ولا كولر هيلزمه بالشق الدفاعي طبعا لخطورة طبعا اللاعب فينيسيوس؟ ده سؤال مهم جدا لابد من التفكير فيه. طبعا إذا التزم فقط لا غير بالشق الدفاعي هيبقى فيه قصور في الجانب الهجومي، لأنه بعد شوية أنا هوريكم في المؤتمر الصحفي كولر تحدث على أنه لن يدافع ولكن أيضا سيهاجم. معنى أنه هو هيهاجم أنه لابد الأطراف الخلفية يكون لها دور، لأنه بدون التقدم من ظهير الجنب حتى بالتبادل لا يمكن هتكون فيه هجمة كاملة الدسم أبدا. هذا أمر يعني منتهي. وبالتالي أتصور أنه هو هيلعب بثلاثة في وسط الملعب، حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، مع تكليف بالذات ناحية محمد هاني. لابد أن يكون في لاعب من وسط الملعب لما هاني يتقدم يكون مرتكز، وافتكروا كلامي كويس قوي، يكون مرتكز جدا مكان محمد هاني ناحية اليمين في منطقة وسط الملعب، تحسبا انه الهجمة بتاعت الاهلي تتقطع، هتتلعب سريعة جدا لفينيسيوس. لو مفيش لاعب مرتكز في الحتة دي فينيسيوس هيمرع في الجانب الايسر من الملعب، خلي بالك. فبالتالي هذا امر في منتهى الخطورة. ده واحد. اتنين، على الجانب الاخر طبعا عندنا رودريجو، لعيب قوي هيلعب طبعا غالبا بكرة في مركز المهاجم رأس الحربة لغياب طبعا بنزيما. ورودريجو بيجيد اللعب بقدميه وبيجيد ألعاب الهواء أيضا. هل كولر بكرة هيلعب عليه مان؟ أعتقدش. ولا